عملتلكوا بقى النهاردة وصفة من وصفات اخر الشهر. اول حاجة سلقت بطاطس، بعد كده جبت بصلاية متوسطة هقطعها مكعبات صغيرة خالص، بعد كده نص حبة فلفل الوان هقطعها برضو مكعبات صغيرة خالص. انا بحب فلفل الالوان في الاكل، بيوديه في حتة تانية خالص. بعد كده هجيب طماطماية واحدة بس، مش هنكتر في الطماطم، وبرضو هقطعها مكعبات صغيرة. البطاطس اهي اتسلقت، هحط عليها شوية زيت وهرسها. انا بحط الزيت عشان بس يسهل عليا الهرس. وفي طاسة فيها معلقة سمنة هنزل بفصين توم مفرومين، وبعد كده هنزل بالبصل هخليهم يتبلوا مع بعض بس شوية، بعد كده هنزل بالطماطم والفلفل وهسيبهم يتشوحوا شوية مع بعض. هفضل اقلب فيهم لحد ما احس ان هما دبلوا شوية مع بعض كده. هنزل بقى عليهم بالبطاطس اللي احنا هرسناها. هنا يعتبر المكونات لسه جافة. هضيف لها بقى معلقة صلصة، معلقة كبيرة، وهحط بقى التوابل: فلفل اسود وكمون وبابريكا وملح. معاهم شوية مية، وهقلب وهنسيب البطاطس تشرب السوائل دي. كده خلاص البطاطس شربت السوائل. كان عندي اخر حتة جبنة موتزاريلا هحطها تدي تيست بسيط بس كده. وهسيبها تسيح بقى مع نفسها. وفي حلة فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت هنزل بالرز بتاعي المغسول، وهقلبه في السمنة عشان يتشمع كده وما يعجنش مني. بعد كده نزلت بالمية، المية نفس مقدار الرز، ونص معلقة ملح كبيرة. وبس كده، متنسوش لايك واشتراك.